سمعت اللي حصل يا معلم؟ رسميا مباراة الاهلي والزمالك هتتعاد في السعودية. انت عارف انا بضحك على ايه؟ انا مستغرب. يعني الاهلي ضحك علينا كلنا، باين ان هو انسحب قدام الناس كلها وخلاص هو مسحوب، والزملكاويه فرحوا بقى وفي الاستاد قاعدين ليه ما تروحوا تروحوا، قاعدين إيه يا ابو حمار ما تشحوا. نهار ابيض. تفكر الاهلي بيطلع قرار كده من تحت بير السلم؟ ده الاهلي عمل بتاع ده اسمه ده اجتماع طارئ قبل الماتش بساعات، وقال لك انا مش لاعب. نزل بيان بقى من الصفحات ان الزمالك نزل انا خلاص فزت خدت الثلاثه بونت، ورابطه الانديه ما اتكلمتش. هنا بقى يبقى في مصيبه. مصيبه ليه يا عم؟ كفر الشر، ايه اللي حصل بس؟ طالما رابطه الانديه ما اتكلمتش ولا اعلنت على عقوبه الاهلي، يبقى الاهلي عند قراره. طب ده تاخد الصدمه بقى، تاخد بقى الحاجه اللي انت اول مره تسمع عنها، المباراه دي احتمال تتلعب في السعوديه. هتتلعب في السعوديه. ولو اتلعبت في السعوديه الاهلي هيفوز على الزمالك 3 4 اهداف. نهار ابيض. يعني انت بعد ما عشمتني يا شلبي وسبتني، حرام عليك يا شلبي، حرام عليك يا ولدي. المشكله يا جماعه ان انا بحب الزمالك والله، بس لما الاقي الاهلي خد قرار والقرار هيتنفذ، ورابطه الانديه ما عاقبتش الاهلي وما خصمتش من الاهلي نقاط وما ادتش الزمالك نقاط، يبقى الاهلي كده فريق كبير. بقول لك في ناس تدخلت، ناس كبيره في الدوله، والمباراه هتتعاد، وهتتعاد يا اما بحكام اجانب يا اما هتتعاد في السعوديه. وساعتها بقى الزمالك مهزوم مهزوم. طيب ليه مهزوم مهزوم؟ لان الاهلي ادى للزمالك دفعه معنويه قويه اول ما راحوا، والاهلي ما راحش اساسا، ورجع تاني خد منه المعنويه اللي هو اداها له. قال له بقول لك ايه، وانا مش اديتك امل؟ امل ماتت. تعالى لي بقى في السعوديه. يا هو انتوا رايحين تلعبوا في كاس العالم للانديه؟ ده انتوا رايحين تلعبوا مباراه في الدوري يا جماعه. مباراه في الدوري، ومش المباراه النهائيه. ده المباراه اللي هتحدد الزمالك هيفضل ينافس ولا هيخلع يبقى في في المركز الثالث. والله ما زعلان عليا غير جمهور الزمالك. يعني بعد ما تعشم ان هو خلاص فاز على الاهلي، هترجعوا تعيدوها تاني تاني وفي السعوديه، ومعانا المستشار تركي الشيخ كل شويه يلمس العقال بتاعه يقول لك جون. المباراه كده رسميا يا جماعه احتماليه كبيره انها تتعاد في السعوديه. والكلام ده مش كلامي، ده كلام اخبار طالعه بتقول ان المباراه هتتعاد. يعني هتتعاد النهائي بقى. شايف زر المتابعه اللي عندك او الاشتراك زي ما ظهر قدامك؟ اضغط عليه، لا تخسر اي حاجه. وفي كلمه تعليقات اكتب الله ينور يا اسطوره. واكتب واعمل لايك، اعمل لايك. بس ده اللي انا عاوزه منك يا سيدي عشان بس استمر، لان انا بسق بسرعه لما بلاقيش مشاهدات. وياما عليكم كده عشان ريقي نشف، وانا احنا في الصيام يا جماعه، في الصيام يا جماعه.